النهارده القصه اسمها العصفوره قالت لي وقتك السيف ان لم تقطعه قطعك. قطعنا في الحقيقه، مش عارفه قطع ايه بالظبط. حاجه غريبه جدا حصلت. انا على طريق السويس، طائر زي يمامه او حاجه كده بتطير في نفس الليفل بتاع العربيات وعماله مستمره في الطيران كانها بتهدي الشارع، بتهدي بعض الناس. دي حاجه جديده خالص من نوعها، اول مره في حياتي اشوفها. سبحان الله، ما اعرفش لو هي طالعه في الكاميرا ولا لا، بس هي رايحه السكه معانا اهي، طايره على نفس الليفل بتاع الطريق. يعني في الاول قلت هي ممكن تكون طائر منتحر، وبعدين حسيت انها ممكن حد يعمل حادثه منها، بس لقيت الناس كلها بتهدي. ده كده بقى لها فتره طويله. لا ده بالنسبه لي حاجه تستدعي الفهم. سبحان الله. ايوه، في حاجات كده لما نيجي نشوفها في الدنيا نفتكر على طول الامثال اللي موجوده منتشره، نقعد بقى نفكر فيها ونشوف هي دي معناها ايه. زي مثلا يا مستعجل عطلك الله. ايوه دلوقتي بقى بسبب الطائر اللطيف اللي كان قرر ان هو يسحل نفسه معانا في الشارع وينزل بدل ما يطير فوق، عمال يطير في نفس مستوى العربيات على طريق السويس. خش انت بقى في المشهد ده وقول ايه، وتحدى الطائر وقول له انا هوصل مكتبي بسرعه جدا وهوصل في ميعادي، ولو في ميعاد انا كنت واخده مثلا انا عارف ان انا هقدر اوصل في ميعادي عشان انا شخص بعرف كويس قوي اوصل قبل كمان الميعاد عشان انا بحترم الوقت. يوم الطائر بقى يقعد يكركع روح من الضحك ويبدا بقى يحاول يرد عليك، بس طبعا مش بيتكلم معاك نفس لغتك، هو بيوري لك ان انت مش كل حاجه تقدر تسيطر عليها، مش كل حاجه في الحقيقه under your control. فلما تيجي تتعامل مع البشر مش لازم تتخيل ان هم قليلين متقاعسين وحشين محتاجين نمط لهم شويه القدرات بتاعتهم علشان احنا احسن منهم. احنا بنعرف نوصل في ميعادنا، احنا بنعرف نبقى عندنا sense of responsibility، كل الكلام ده. لا، في حاجات بتحصل في الدنيا بتخلي البشر اللي عندها السنس ده او ماشيين في الدنيا شايفين ان في شويه حمير اخرين في الحياه وهم الحلويات بتاعت الدنيا، يجي مشهد زي ده بقى يقوم مكعبلهم قدام الطائر ده وانت ماشي على طريق السويس. ازاي ممكن تجري بسرعه وهو واقف قدام عربيتك وعمال بيتحداك ويقول لك مش هتعدي، مش هتوصل دلوقتي، لسه انا هاخرك ل10 ثواني. دول هيفرقوا كتير جدا في حياتك عشان انت مش مقتنع ومش مؤمن ان الحاجات مش صدفه. فتعالى بس، تعالى اوريك، تعالى خليك تفهم انه هو كل حاجه ماشيه بتسلسل معين for a reason، عشان حضرتك ما توصلش في المكان في الميعاد الفلاني في المكان الفلاني، بتستوعب ان انت توصل في الميعاد. اعمل اللي انت المفروض تعمله، وهنسعى، الكلمه اللي احنا دايما بناخدها كده في شنطتنا كل فيديو، اسعى واعمل اللي عليك. ولما تلاقي نفسك متاخر بلاش بس الخزي يديك قلمين تحسسك ان انت ده انا هيحسوا ان انا قد ايه مش عندي مسؤوليه وما عنديش سنس اوف احترام. وكل الشنطه اللوكشه الحلوه دي اللي احنا بنمشي بيها، في من نوعين من البشر. يا اما النوع اللي هو بيمشي في دنيته عشان متعود على احترام الميعاد، هو احترام البشر وان احنا كلنا لازم نحترم الميعاد، وبالتالي ده بيسمع في احترام البشر. والنوع التاني اللي شويه ممكن نقول عليه ان هو ريلاكست، وان الحته دي مش هي من اعلى القيم بتاعته، في حاجات تانية من اعلى القيم لكن دي مش واخده رانك رقم واحد، يعني مش ده اللي بيسمع عندهم في الاحترام. قدرتنا في الحياه ان كل واحد من الاثنين دول بيشاور على التاني. انت اخي ستريسد من الوقت، انا ريلاكسد تشيلد، مفيش اي مشاكل عندي، مش فارق معايا. والنوع التاني اللي هو انت حقير، ما بتاخدش بالك من الوقت عشان انت ما بتشيلش مسؤوليه، ما تعرفش يعني ايه قيمه الوقت. انه من ذهب ان لم تقطعه قطعك. اوكي. بصراحه في حاجات كتير قوي بتقطع حياتنا لدرجه ان احنا على طول بنقول ان ما عندناش وقت، ما عندناش وقت، ما عندناش وقت، لغايه لما في الاخر يعني الكون كله اجتمع على انه ما يبقاش مديلك وقت. فنرجع نقول ايه ده يا شيخ، الوقت ما فيهوش بركه. ما هو حضرتك من اللي احنا بنحببه. لو احنا استوعبنا ان الوقت ده احنا اللي عاملينه، وان هو في 24 ساعه واخدينها في الدنيا، وان ال 24 ساعه دي في حاجات معينه بنعملها كل يوم كروتين، او حاجات جديده بنشوفها وبنعملها مختلفه عشان تكسر الروتين، او عشان نتعلم حاجه مختلفه جديده، عشان نستمتع بمنتهى البساطه. يعني مش في اسباب كتير قوي في الوقت ممكن ان احنا نستخدمها غير ان احنا نبقى قاعدين كلنا عايشين في حياه كاننا عايشين. كل الدنيا دي كلها عباره عن شركه كبيره او منظومه كبيره او كوربريت هي كمان،
واحنا كلنا موظفين فيها وعمالين بنجري زي الفيران في التروس، وفي الاخر كلنا متاثرين بالجاريه دي، ويبقى في الاخر يتحول الوقت ان هو ما يبقاش ليه بركه. لما نمسك كل حاجه نوصل للوسط بتاعها نستوعب ان احنا الوقت طبعا هو مهم، بنستخدمه لمصلحتنا. احنا عارفين الاداه دي اداه علشان نعرف نستعملها، نقدر نظبط حاجاتنا في حياتنا. الناس تقدر تروح كلها مجتمعين مع بعض، لو مثلا رايحين اجتماع او حاجه الناس كلها تظهر في الاجتماع ده في نفس التوقيت. اللي متاخر 10 دقايق، اللي جاي بدري 10 دقايق، مش لازم بقى ولا ان هو يتخذ على يحط على نافوخه طاقية العظيم الهايل الباشا او معاد عظيم شطور، ولا كمان الشخص اللي جاي متاخر ده الحقير اللي ما بيحترمش الناس كلها، اللي متاخر فلازم نبدا الميتنج من غيره او وات ايفر. ممكن لو احنا مثلا يمكن عملنا بافر اللي هي ال10 دقايق اللي هي قبل او بعد اي لقاء. هتخيل ان اي حاجه في الدنيا ليها دعوه بميعاد، مثلا ديدلاينز، ما هو برضو حاجه محتاجين مثلا نوصل نديليفر شيء في الشغل، نشتغل على البافرز من غير ما نخدع الناس اللي بتقدم الشيء في الميعاد. ما يبقاش مثلا في الشغل كتير قوي يحصل اللقطه الحلوه دي اللي هي اتفقست وبقت الناس كلها يعني مضغوطه برضو بسبب الوقت الفيك. نقول لك ديدلاين مثلا كمان اسبوع لشخص، الشخص ده في تحته حد تاني هيبلغه ان الديدلاين كمان 4 ايام، وبعدين الشخص ده هيبلغ الشخص الثالث ان ديدلاين كمان يومين، وبعدين الشخص ده يروح يشتغل على حاجه ويتبهدل ويبقى عايز ياتشيف التارجت ده في يوم علشان يطلع هو فل. فيبقى الحاجه بدل ما تبقى هي الطبيعي بتاخد مثلا اسبوعين، هي اخدت اسبوع، ادي اول ضغطه، بعدين اتعمل لها كومبريشن او ضغط عارفين شفط الدهون، شفطنا دهون الديدلاين بقى في الاخر خالص الحاجه دي بتوصل في يوم. طبعا في ناس تشوف ان دي ميزه جميله، هي ميزه طبعا، بس الحمد لله مأثره على بركه الوقت اللي احنا قلنا عليه من شويه. لو احنا بنتبع على الثيوري بتاعت المعتقد بتاع ان الدنيا كلها بتسمع في بعض، وانه كلنا ضغطتنا بتسمع في بعض. فشكرا للعصفوره الطائر الملهم.